صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا منى ودي قناتي المطبخ اتعلمي اعملي بايدك. هنعمل النهارده كيكه اليوستفندي، حاجه بقى. بصوا انا بموت في اليوستفندي ده، مش هقول لكم ازاي بحبه جدا جدا جدا. فانا بعمله بيه اي حاجه، والله ساعات بعمل بسكوت باليوستفندي. تمام. فعندنا هنا يوستفندي طبعا. انت ممكن تضاعفي المقادير وممكن تعملي قد ما انا بعمل. انا ما بحبش اعمل الحاجه كتيره علشان تخلص بسرعه، ما بحبهاش تبات وكده يعني. فعندنا هنا كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه زيت، وبيضتين، 2 بيضه يعني، وفانيليا وبيكنج باودر واليوستفندي. هضرب اليوستفندي ده في الخلاط وارجع لكم تاني زي ما هو كده. مجرد ان انا شلت منه البذر، لو في بذر شلتها، هي بحالها كده هتضربيها مع كوبايه ميه. تمام. هبتدي اصفيه. اهم حاجه تصفيه كويس، ما يبقاش فيه حاجه. هنا انا صفيته، شايفين؟ بنصفيه كده ميبقاش فيه اي حاجه. خلاص. هنبدا بقى مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنحط السكر. ادي كوبايه، وادي النص اللي انا قلت لكم عليه، كوبايه ونص. وهنحط كمان البيضتين اهو. احنا حاطين اي نعم يستفندي وكل حاجه، بس برضو عشان البيض هنحط فانيليا معلقه صغيره اهي، وهنحط شويه خل. شفتوا؟ معلقه صغيره جدا. هنضرب بقى الخليط ده كده مع بعض لغايه ما لون البيض يفتح. طيب احنا نبدا نضرب ده كله مع بعضه. وانا بضرب هحط الزيت واحده واحده، واخدين بالكم؟ يعني الزيت اهو اخليه جنبي هنا عشان انزله واحده واحده لما الاقي البيض انضرب. كده مهمة المضرب دي خلاص خلصت. شايفين الفقاقيع دي؟ هي اللي انا عايزاها. البابلز ده كله انا اللي عايزاه. ده كل الهواء اللي دخل جوه الضرب اللي احنا ضربناه كده. الخليط بتاعنا السوائل جاهز. هنبتدي نحط بقى الخليط اللي هو الجاف. تمام. هننخل الدقيق. ادي كوبايه، ادي نص كوبايه، وادي ذره الملح بتاعت الكيكات كلها، وادي الكوبايه التانية. وهنبتدي ننخل ده مع بعض. لازم تنخلي الدقيق، لازم، حتى لو انتي ضامنه ان هو نضيف لازم بتدخلي جواه هوا. عندنا كمان معلقه بيكنج باودر. بيكنج باودر اللي هو بتاع الكيكات. ناخد معلقه، او لو ما عندكيش العلبه دي ممكن تعملي تحطي كيس كيك شيف او كيس بيكنج باودر، اي حاجه اللي موجود يعني. ما تدوخيش نفسك في يعني اسماء كتير وحاجات كتير. تمام. قلب كده بس مع بعضه. وهنبتدي نزوده على الخليط بتاعنا اللي هو ده. هجيب الويسك. هنا انا هرجع احطه تاني في المصفى عشان انخله مره تانية يعني، بس احطه حبه حبه.
حطينا كده نص الكميه. هنبتدي بالويسك بتاعنا، ما تقلبيش بمعلقه عشان ما يبقاش فيه كلاكيع، قلبي بحاجه زي كده، مفيش كده بايدك. انا كنت بعمل بصوابعي دول، افرد صوابعي كده واقلب بيهم، اعملهم زي الويسك ده. لكن لما جبته بقى خلاص بعمل بيه. تقلبي في اتجاه واحد، ما نلفش بقى ونقعد يمين وشمال، لا كده. طب شكرا. ما تبالغيش في الضرب عشان الكيك ما بيحبش الضرب الكتير يعني. تمام. نحط الباقي ونضرب برضو مع بعض لغايه ما الدقيق يختفي خالص. ما تزوديش دقيق كتير علشان ما تبقاش مكتومه. الدقيق زي ما قلت لكم كوبايه ونص فقط. شايفين اهو تمام. هنجيب بقى الصينيه اللي احنا عايزين نعمل فيها قالب، صينيه اللي انت عايزاه. شوفي انت عايزه تعمليها في ايه. انا اخترت القالب ده، اي صينيه عندك يعني. عندك حته زبده وبتقومي عامله بيها. انا بحب اعملها بايدي عشان الفرشه بتاكل نص الزبده وبتخسري زبده كتير فيها، فانا بعملها كده بايدي وخلاص يعني. وبعدين لما بتعمليها بايدك كده على فكره بتنعم ايدك يعني، ما تخليش ايدك خشنه اهي. وبعدين بتقدري توصلي بايدك بصوابعك للحتت اللي هي الايه المتنيه اهي كده تمام خالص. هنحط عليها شويه دقيق بسيط جدا، محطيش دقيق كتير عشان بيغير طعم الايه يعني، بيغير اللون من تحت وبيسودها وكده يعني. انا ساعات والله بحط الزبده بس النهارده انا هحط دقيق. احط معلقه دقيق بسيطه نبتدي نبدر الايه خلاص. احنا كده جاهزين. اخر حاجه خالص بقى عندنا، بصوا ربع معلقه صغيره بيكنج باودر، مش بيكنج باودر قصدي كربوناتو. هنحط عليهم شويه ميه صغيرين شايفين اهو، وتدوبيهم بايدك وبتحطيهم على الخليط بتاعك. ده اخر حاجه خالص. ونقلب بقى بالايه بالسباتيولا عشان نضمن ان مفيش دقيق راكن تحت. ونبقى مطمنين كده. الخليط بتاعنا اهو جاهز. نجيب الصينيه وتبتدي تحطي بقى مش هقول لكم على ريحه اليوستفندي، روعه روعه. طيب انا اتلحوس مني القالب اهو، فانا همسح هنا كده عشان ده بينحرق يعني جوه الفرن مبيبقاش ظريف. خلاص اهو. طيب هنعمل ايه بقى تاني؟ هنشوف هنعمل ايه. هنقطع بقى شرايح يوستفندي وتحطيها كده وهندخلها فرن على 160، ولما تستوي وتخرج اوريها لكم شكلها عامل ازاي. وادي الكيكه
خرجت من الفرن. شايفين اموره قوي على فكره، هي لسه مش بارده قوي، انا مطلعاها من حوالي 10 دقايق فلسه سخنه شويه. هنقلبها مع بعض ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. وعملت لها صوص يوستفندي، مش هقول لكم الطعم وريحه الشقه عامله ازاي من اليوستفندي. شايفين القمر ده؟ ايه رايكم؟ وعملت كمان الصوص اليوستفندي، بتعصري يوستفنديتين ولا حاجه ونحط عليهم معلقه زي دي كده نشا، شويه سكر وفانيليا، وتقلبيهم شويه لغايه ما يبقوا بالحجم ده. بصوا ايه رايكم؟ جربوها بطريقتي وان شاء الله هتعجبكم وتعجب اولادكم جدا. شايفين؟ ايه رايكم؟ شايفين قد ايه هي خفيفه اهي؟ شايفين؟ في منتهى الجمال. لو اول مره تخشوا قناتي ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتعملوا شير. انا منى ودي قناتي مطبخ اتعلمي واعملي بايدك.